الناس التانية هم الشباب اللي معلقين انه مش عايز يروح الجيم او مش عايز يلعب ورك اوت كويس. اصل انا مشغول على طول يا دكتور، اصل انا عندي شغل، ما عنديش وقت لان انا انزل الجيم. عايز اديلك تمرينة معينة تقدر تعملها كل يوم، ولكن نصيحتي ليك انك تثبت الوقت بتاعها وتثبت التايم بتاع التمرين بتاعك علشان خاطر تقدر تحرق بيها كمية كوليسترول وتقدر تخس كويس. اول حاجة في رياضة ال10-15 دقيقة انك ترسم نقطتين وتتمشى ما بينهم ماشي ستيدي، يعني ثابت بضربات قلب ثابتة، ودي البداية عبارة عن 5 دقايق. تبتدي تنظم لي الدقايق الباقية ما بين 3 تمرينات مهمين. اول تمرين هو حاجه اسمها جامب جاك، يعني هتبتدي تنط في مكانك، رجلك تنفتح، ايدك تنفتح لمده 3 مجموعات، وكل مجموعه 10 مرات. سهله جدا. بس نسيت اقول لك حاجه، لازم يكون جنبك ازازه ميه كبيره. ما بين كل تمرين وتمرين او مجموعه ومجموعه لازم تشرب كوبايتين ميه على الاقل. دي حاجه اسمها جامب جاك. الحاجه التانية اللي بعدها على طول حاجه اسمها هاي ني. وانت واقف في مكانك بتبتدي تحرك ركبتك لفوق بحيث ان هي تخبط في اعلى بطن من فوق. ستيدي برضو 3 مجموعات، كل مجموعة فيها 10 لعبات. وبرضو المية ما ننساهاش. اخر حاجة، الناس اللي بتدور على شكل بطن معين، في حاجة اسمها بلانك، ودي من اصعب الرياضات اللي ممكن تتخيلها مع انها سهلة. انت هتنام على الارض، تركز على كعانك الاتنين وعلى مشط رجلك من ورا، تخلي الكور بتاعك او تخلي الجسم بتاعك كله في استقامة واحدة، وتعد على ساعتك دقيقة، والشاطر اللي يجيب دقيقة والشاطر اللي يزيد عن دقيقة.